اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم أحبائي وأعزائي، نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. وصفتنا لنهار اليوم إن شاء الله اللي هو كباب صنع منزلي، وديروه تفرحوا بهم الأسرة تاعكم، واللي ياكل عندكم يحس شريتوه جبتوه من المحلات. هاد الوصفة ان شاء الله ديروها وغادي تولي عندكم مدمنه في المنزل. احبائي واعزائي، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه تاع نهار اليوم. نروحوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله على بركه الله. نروحوا المقادير وطريقه التحضير. هنا بسم الله على بركه الله. نروحوا نبدو باللحم المفروم باش نديروه في الكونجيلاتور باش يولينا مجمد، باش نقدو نديروه الشيش كباب تاعنا. هنايا شا عندي؟ هنايا عندي 500 غرام من اللحم المفروم، بصله متوسطه الحجم بالميزان اللي هي 100 غرام، فص كبير من الثوم، كونوا صغار ديري 2 فصوص من الثوم، كونوا صغار ديري 2 فصوص. عندي 2 ملاعق من الزبادي اللي هو الياغورت الطبيعي، 2 ملاعق كبار. 2 ملاعق من الحليب ما يعادل 30 مليلتر، والزبادي اللي هو الياغورت الطبيعي 2 ملاعق ما يعادل 30 غرام. ندير الحليب تاعي هنا، عندي شويه تاع الحرور، ما كثرش الحرور هنايا كيما هاك. عندي البابريكا اللي هي ملعقه تكون معمره، عندي الملح على حسب الذوق، عندي الزعتره ولا لوريغون اللي يكون عندكم زعتره ولا لوريغون، التوابل تاع الشاورما نديرهم هنا. نخلطوا مليح هاد المكونات هنا. بعد ما خلطت كاع هذوك المكونات دخلوا في اللحم المفروم، نروحوا نجيبوا الاشواغ تاعنا ونلحوا كاع هاد المكونات في الاشواغ، نديرهم هنا نطحنها مليح عاد باش نزيد هاد الدفعه الاخيره كما هكا ونطحنه مليح. هنا بعد ما طحناه هاولا شوفوا كيولوا معنا على هذا الشكل. غادي ندير هنا ورقه طبخ ونروح نكمل الدفعه الثانيه اللي باقيت. درنا اللحم تاعنا اللي طحناه، اللحم المفروم درناه في البابي كويسه اللي هو ورقه الطبخ. ندير يدي شويه تاع الزيت كيما هكا، نستعين بالزيت، نديرها بودان، وهذا البودان غادي ندخله في المجمد حتى يجمد معايا مليح. على هذا الشكل وندخله للمجمد ان شاء الله بحول الله. ونروحوا دروك للخبز. بسم الله على بركه الله. نروحوا نبدو بالخبز تاعنا اللي جينا روعه باش نحشو به هاد الساندويتشات تاعنا. شا عندي الكاس اللي يفد 200 مليلتر، كاس تاع الماء يكون دافي، عندنا كاس تاع الحليب 200 مليلتر ثاني، 2 ملاعق من السكر الحبيبات، ملعقه من خميره الخبز، خميره فوريه اللي هي بالغرام 10 غرامات، 3 ملاعق من الزبادي اللي هو الياغورت الطبيعي، وعندي 3 ملاعق من الزيت المائده، 3 ملاعق. نروح نخلط هاد الخليط ونخليه يتفاعل لمده 5 دقائق، نغطي عليه ونخليه يتفاعل. هنا لمرور 5 دقائق فعلت معنا هكا الخميره. نروحوا هنايا شا عندي 450 غرام من الدقيق الابيض. هنايا راني دايره 400، غادي نروح بال 400 غرام اللي هما 4 كؤوس يكونوا ممسوحين، وال 50 غرام هي اللي هي 2 ملاعق يكونوا هكا معمرين بومبي هاولين. هنايا هاد ال 50 غرام غادي نخليها بجيه، غادي نروح 400 غرام اللي هما 4 كؤوس يكونوا ممتلئين، وندير الملح ونروح نعجن العجينه تاعي. ليه علاش رحت بال 400 غرام؟ سا ديبون تديلي كتر وسا ديبون تديلي قل. العجينه تاعي هي انا قلت لكم قادره تدي معكم حتى 650، انا دات معايا 650 غرام. نحطوها في سطح العمل
وندلكوها شويه، ما ندلكوهاش بزاف، غير قد ما تعطينا الوجه الاملس. وشوفوا كي راهي تلتصق في اليدين، شوفوا راكم تشوفوا كي راهي تلتصق في اليدين. نخلوها القوام تاعها كيما هكا، ندلكها شويه وحوالي دقيقتين هكا، ونعاود نرجع معكم ان شاء الله بحول الله. نوضح لكم كي ديروا هكا تلتصق في اليدين، ها تلتصق في اليدين. هنا غادي نخليها تخمر حتى اللي يضاعف الحجم تاعها. نسيت باش نقول لكم رشيتها شويه هكا بالدقيق، ونغطوها بكيس بلاستيك ونخلوها تخمر. هنا بعد ما العجينه تاعنا اختمرت معنا وضاعف الحجم تاعها، هيا لا ديغازيها، نرشها بالدقيق ونحطها على سطح العمل، ونقسمها على 5. نروح نقسمها ان شاء الله بحول الله ونتلاقوا. هنا باق ما قطعتهم على 5 خبز. ندير الدقيق كيما هاك ونحطهم هنا عشان يتلصقوا معنا كيما هكا، ونزيدها ترتاح، نديرها ترتاح. ونروح ندير الفرن تاعي يسخن على اعلى درجه، على 250 درجه، 250 درجه. نديرها من الاعلى ومن الاسفل. وهاد الخبزات غادي تعطينا 10 تاع الحبات تاع الساندويتش، غادي نقسموهم على 2 خبزه، غادي نقسموها على 2. نشوفوا العجينه كي راهي معنا ناجحه، شوفوا ما دلكناها ما والو. شوفوا نخليها ترتاح، نغطيها ونخليها ترتاح. نديرو شويه تاع دقيق كيما هكا ونخلوها ترتاح. احنا بسم الله بعد ما خليناها هذيك 10 دقائق نروحو نجيبو الخبزه تاعنا، نديرو شويه تاع دقيق، نروحو نحلوه، نستعينوا بالدقيق. نحلوها هنا، ما نخلوهاش غليظه، نحلوها رقيقه. نضربوها بالدقيق، نجيبو الكوبات ونقسموها على 2 كيما هكا. السمك تاعها كي داير. غادي نديروها هنا في الصينيه كيما هكا. الصينيه اللي فرشتها بابي كويسه. انا ما عنديش هذوك اللوحات، قلتها لكم في الخبز اللي فات، الخبز هذاك اللي درناه تاع المطلوع تاع الكوشه، ما عنديش هذوك. كون عندي هذوك من الاحسن نديرها كيما هكا. انا نكمل هادو اللي راهم باقيين لي، نغطيها بطوشونه، نغطوها كيما هكا ونخلوها لمده 15 دقيقه. هنا لمرور 15 دقيقه وقلت لكم راني دايره الفوخ مسخنتها على 250 درجه، وناني دايره الصينيه تاع الفوخ، راني قلبتها، مانيش دايرتها هكا على وجهها، راني قلبتها على هنا على هذه، وراهي مسخنه لداخل، راهي لداخل. غادي نرفد الخبز تاعي كيما هاك. انا لو كان عندي لوحه نقلبه في اللوحه ونحطه ديريكت في الفوخ، بصح ما عنديش هذيك اللوحه الخشبيه قلتها لكم في الخبز تاع المطلوع اللي درناه في الكوشه. انا غادي نرفده كيما هاك ونحطه في الفرن. هنا لمرور 5 دقائق شوفوا كي يتفخ معنا والخبز يولي كي البالون. شوفوا كي يولي معنا، يولي لنا ما شاء الله لمده 5 دقائق. شوفوا 250 درجه يكون من الفوق ومن التحت. والصينيه هي اللي كي قلبتها على الكفات تاعها، على ظهرها. فوالا. هنا احبائي بعد ما شوفوا طيبنا هذاك الخبز، شوفوا كيجينا كي البالون، ويجينا فارغ من الداخل، ويجينا ولا اروع لهاد الساندويتشات. قلت لكم الخبزات نقطعوهم على 2 صافي 5 يعطونا 10. نتوما ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه تاع لي كيما هكا، ديروها خبيزات صغار، لكم الاختيار. وغادي نوريكم كيجينا من الداخل كي البالون. شوفوا هذا طيبته شويه
فوت له في الطياب باسكو الطفل تاعي الصغير يبغيه طايب بزاف، يبغي الخبز طايب بزاف. وشوفوا كي يجينا من اروع ما يكون. شوفوا كي يجينا خاوي، ويجينا قلت لكم من اروع ما يكون، ويجينا خفيف 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 كالريشه. شوفوا انا هادو كاين زوج كيما هكا طيبتهم فوق اللازم، عطيتهم الحق تاعهم باسكو يبغيهم هو هكا محروقين. شوفوا كي يجينا خاوي. صدقوني هاد الخبز الا جربتوه للساندويتشات غادي يعجبكم بالبزاف. هنا اللحم تاعنا بعد ما جمد معنا يليق يكون معنا جامد. انا هنا مازال ما بداش حقه تاع التجميد، انا غير باش نكمل التصوير جبدته يليق يكون معنا قاصح. هنايا غادي نروحو بهذه الطريقه ويكون رقيق كيما هكا. قلت لكم اللحم تاعي مرة جامد مليح كيما هاك على هذا الشكل يكونوا رقاق. هنايا عندنا في المقله تاعنا الزيت يكون حامي كيما هكا، راني دايره حوالي 4 ملاعق تاع الزيت، ونروحوا نقلوهم كيما هكا يكونوا رقاق، ونروحوا نقلبوه على هذا الشكل نروح نكملهم ان شاء الله نديرهم في الصحن ونروحوا نعمروا لي ساندويتش تاعنا بحول الله. بسم الله على بركه الله. بعد ما وجدنا كاع المكونات تاعنا، هنايا عندي الطماطم اللي درتها هكا شرائح يكونوا صغار، عندي البصل اللي درته كيما هكا شرائح يكونوا ثاني صغار، عندي السلطه اللي قطعتها قطع يكونوا هكا ملاح، عندي لي فريت اللي ما بغيتش نشاركهم به، وعندي الكباب اللي قلت لكم يجينا كي تاع براشه ولا يليق يكون الشرائح من تقطعوه يليق يكون رقاق، يكونوا رقاق على هادو. والسر راه في التجماد، يليق نجمدو مليح هذاك لحم المفروم. انايا ما درتهاش بكري على بها ما جمدليش، درت غير النص تاعه والنص الاخر رديته في المجمد باش نكمل به الوصفه تاعي. انا هنايا درت معكم الوصفه باش ان شاء الله هكا نصور معكم ونكمل معكم الفيديو وتدوا ان شاء الله هكا هاد الطبق باش هكا ديروه لوليداتكم. هنايا اش عندي؟ هنايا عندي صلصه اللي تبغوها، عندي مايونيز الجيريان وعندي الكيتشوب. هنايا نجو الخبز تاعنا اللي درته لكم نجو نحلوه كيما هكا، ينحل غير وحده. شوفوا صدقوني هذا الخبز غادي كي تسيوه غادي ان شاء الله يولي عندكم معتمد. وشوفوا كي يجينا خاوي ويجينا فارغ ما فيش كاع هذيك البابه. هنايا نروحو نديرو لا مايونيز كيما هاك نطليها مليح، ندير الكيتشوب تعرفوا الصغار يبغوا كيتشوب. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في الكومونتير. نديرو السلطه، نديرو الطماطم، نديرو البصل، ونروحو نديرو هاد الكباب اللي جينا ولا اروع كيما هكا، ويليق تحمروه مليح كيما هنا نديرو له كيما هكا. وها ولا الساندويتش تاعنا بهاد الخبز اللي جينا ولا اروع. صدقوني غادي كي ديروه تحسبوه شريتوه من برا. نكمل لي ساندويتش تاوعي ان شاء الله بحول الله ونتلاقوا. اهلا بسم الله على بركه الله. بعد ما كملنا لي ساندويتش تاوعنا شوفوا كي جونا الشكل والمذاق تحسبوه تاع المحلات راكم تاكلوا فيه، كباب تاع المحلات. هنا هذيك لاستيس يليق تخلو داك البودان اللي درنا تاع اللحم المفروم يليق يولي عندكم مجمد باش عاد ترقوه ديروه رقاق على هادو، ديروا شرائح يكونوا رقاق. هنا شوفوا كي تجينا روعه وتجينا مذاق ولا اروع. مام هذاك الخبز شوفوا
شوفوا هذاك الخبز كيجينا، صدقوني تقولي لكم تاكلوا كباب تاع المحلات، مام الخبز تحسبوه ما درتوش في المنزل. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع نهار اليوم ونكون خفيفه عليكم، ما تقدش عليكم في هذا الفيديو. احبائي واعزائي ما تنسوش باش تبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاقارب باش تعم الفائده، هذا فضلا وليس امرا. نقول لكم في رعايه الله وحفظه، وفي وصفه اخرى ان شاء الله. السلام.